كيشوفوا اللي ما عندهمش لا شانس كيختاروا المغرب. يعني بزاف اللي راهم في المنتخب عمرهم ما كانوا غادي يلعبوا في هذه المنتخبات. كاين هذاك الشيء كنريسبكتي بزاف، حكيمي، زياش، ابراهيم دياز. لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم قال في واحد اللقاء صحفي مع برنامج شيرينغيتو ان اقناع لامين يامال باش يمثل اسبانيا ما كانش سهل. بسبب شنو؟ بسبب الاصول ديالو المغربيه. الجامعه الاسبانيه نجحت انها تقنع لامين في حين ان الجامعه المغربيه فشلات. السؤال دابا واش لامين ما كانش باغي المغرب؟ الجواب هو لا، والدليل هو pretender cariño a Marruecos es mi país también y la verdad que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos. Lo que pasa que الجامعه من بعد الملف ديال لامين يامال تعلمات كيفاش تخدم. دابا حاليا المغرب قدر يقنع ايوب بوعدي باش يمثل المغرب اللي هو الاخر يلا عنده 18 عام. دابا في السوشيال ميديا بزاف كيقولوا ان بوعدي الشياطه ديال فرنسا، وبزاف كيقولوا ان بوعدي اختار المغرب بعد ما شاف ان الفرص ديالو مع فرنسا منعدمه، وشاف لا ليست ديال فرنسا اللي غاديه لكاس العالم وشاف راسو انه ما كاينش فيها. ولكن لنكون صريحين، واش دري في عمره 18 عام والقيمه السوقيه ديالو فايته 50 مليون يورو نقدروا نقولوا عليه شياطه؟ واش لعاب خدا رجل المباراه في عمر 17 عام ضد شكون؟ ضد ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، نقولوا عليه شياطه؟ اقناع بوعدي بتمثيل المغرب ضربة معلم من عند الجامعه. ولكن واش في نظرك دري الله وصل 18 عام كان بصح باغي فرنسا ما يتسناش حتى المورا كاس العالم بحال كيف ما دار تياغو بيتارش اللي واخا عارف ان اسبانيا ما غتعيطش ليه، واللي كان عارف ان اذا اختار المغرب غادي يمشي معاهم لكاس العالم، الى انه فضل اسبانيا واختار انه يتسنى حتى المورا كاس العالم. علاش؟ حيت باغي يمثل اسبانيا مستقبلا. والناس اللي قالوا ان بوعدي خدا اكثر من الحجم ديالو وغيوقع عليه كيف ما تماما او مثلا وقع على الياس بن الصغير اللي كنا كنقولوا عليه اننا سرقناه من فرنسا وفي الاخير المستويات ديالو ما كانوش قدر التوقعات. خليني نقول لك اننا لا نعلم الغيب وما كنتنبؤوش بالمستقبل، ولكن قيمه بوعدي لا نقاش فيها، وماشي غير هكاك تيساوي 50 مليون في السن ديال 18 عام. اما فيما يخص واش اختار المغرب بعد ما فقد الامل في فرنسا فالعلم لله، ولا نفرض انه هذا الشيء اللي وقع، فراه مزيان المغرب نربحوا لعاب بهذه القيمه. وحب الوطن كيجي من بعد، حيت بكل بساطه ما خصناش ننساو ان الدري عاش حياته كامله في فرنسا. نتوما اش بان لكم في بوعدي كلاعب؟ خليو لينا الراي ديالكم في التعليقات.